ومشينا من البار الساعة 8 وداني صالة بولينج. دي أول مرة في حياتي كنت ألعب بولينج وأول مرة كنت أشوفه. ما عنديش حد في صحابي كمان خدني يلعبني بلياردو أو بولينج أو أي حاجة من الحاجات دي. كلهم كانوا صغيرين زيي وآخرنا إن احنا نروح محلات عصير أو مطاعم رخيصة أو الكافيهات اللي كنا بنقعد فيها. حازم بقى كان أكبر مني ب6 سنين وكان بيعرفني بصحابه كلهم. من أول مقابلة لينا مع بعض حطني في جيب بنطلونه زي ميدالية مفاتيح صغيرة، مع إنه ما كانش عاجبني، وبقيت بخرج معاه كل يوم مكان جديد، مغامرات جديدة، حكايات جديدة. أنا مش بحكي لكم عشان تشفقوا عليا، لا، ما تاخدكوش بيا شفقة ولا رحمة. ما تفتكروش إن أنا شابة ساذجة بريئة اتضحك عليها وبهارها وكلب عقلها حلاوة بياع الكلام ده. أنا ما عرفتش حقيقته صحيح إلا بعد فوات الأوان وحبيته، بس أنا كذا مرة حد ينذرني إن أنا أبعد عنه. أنا جالي كذا إنذار الصراحة. بس خلونا أكمل القصة. في يوم كنت قاعدة مستنية حازم وقاعدة في عربيته مستنية، كان بيجيب حاجة من البيت. شاب جارنا شافني راكبة عربيته فسألني، قال لي إيه العلاقة اللي بينك وبين حازم؟ وهو في عينيه نظرة جزع وكان خايف عليا قوي. قال لي إيه اللي يخلي بنت طيبة غلبانة زيك كده تقعد مع شاب زي حازم؟ أكدت له إن علاقتنا مجرد صداقة بريئة، يعني مفيش حاجة تستاهل القلق وما يقلقش عليا قوي كده. قال لي أتمنى كده فعلا، بس خدي بالك عشان أنا عارف حازم شخصيا وعارف إن سمعته وحشة جدا بينا إحنا الشباب، وعارف كتير عن مغامراته وسفلته مع البنات. أرجوكي ما تبقيش مجرد بنت من البنات اللي هو هيسفل معاهم، عشان عمرك ما هترجعي زي ما كنتي أبدا بعد علاقتك بحازم. من بعيد حازم كان بيراقبنا وبيبص لصديقي ده بقرف. لما وصل للعربية سألني مين الشاب ده وكان بيقولك ايه وازاي كان يتجرأ ويبصلي بالطريقة دي. حكت له على كل حاجة، كل الكلام اللي جاري قالهولي عنه. فحازم مشي غضبان ومشي بالعربية بسرعة وكان متضايق جدا وما نطقش ولا كلمة طول الطريق. قعدت أسأله وانا حاسة بتأنيب ضمير، قلت له ايه اللي مضايقك؟ فراح قام فجأة موقف العربية ورسم على وشه كده ملامح زعل وقال لي ازاي تسمحي للشاب انه يتكلم عليا بالطريقة دي؟ انت ما تعرفينيش خالص. وقبل ما جاوب راح قايل لي المفروض تردي غيبتي عشان انت الجيرل فريند بتاعتي. اتصدمت، انا جيرل فريند؟ امتى ده حصل وازاي؟ قال لي انت عبيطة، امال احنا بنخرج مع بعض كل يوم ليه؟ ما استوعبتش. انا